هسمعك حاجة كده لشنودة. أنا مش فاهمها، يعني أنا مش عارف هي طرفة فتوى، يعني مش عارف، يعني أنا مش عارف هي إيه، يعني هو رد على سؤال ولا نكتة ولا ظرف؟ المهم بص اسمعها كده وقول لي رأيك. واحد بيقول أنا راجل متزوج ومراتي بتطول إيدها عليا، أعمل إيه؟ يا إما إنك أنت تعيط يا إما تسيب البيت وتروح عند بيت بابا وماما. شوف يا حبيبي، مخش في بجد ما تزعلش، مراتك بتطول ايدها عليك لانك عودتها على كده. لو من اول مره رفعت ايدها عليك يعني عرفت تربيها كويس، مش هقول لك اعمل ايه، ما كانتش تعملها تاني، لازم انت مش سعيد. يعني بصرف النظر عن الطرفة الجميلة يعني والظريفة دي، يعني نقدر نقول دي دعوة للتعامل مع امرأة بقسوة. يعني رفعت ايديها عليك هتربيها، الوسيلة آلية التربية، كيفية التربية، ولا نقدر نقول ان تشريع الطلاق في الاسلام تشريع منجي جدا وبيبقى حل لمشاكل ما ينفعش فيها حلول اخرى الا هتجر حوارات اكبر ومشاكل اكبر. يعني انهي اجابة؟ ولو صديق نصراني شايف في اجابة تانية ممكن نسمعها عادي، يعني ممكن نسمعها مفيش مشكلة. واحد بيقول انا راجل متزوج ومراتي بتطول ايدها عليا، اعمل ايه؟ يا اما انك انت تعيط لا اما تسيب البيت وتروح عند بيت بابا وماما. شوف يا حبيبي، نخش في الجد يعني ما تزعلش، مراتك بتطول ايدها عليك لانك عودتها على كده. لو من اول مره رفعت ايدها عليك يعني عرفت تربيها كويس، مش هقول لك تعمل ايه، ما كانتش تعملها تاني، لازم انت مش سعيد.